أعدكم أننا سوف نخرج من الدور الأول. الدفاع 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 لمساجنة الهدف استقبلنا هدف من ضربة جزاء من خطأ مدافع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو اليوم عندنا مباراة الجزائر والمنتخب الزيمبابوي. سوف نقوم بتحليل هذه المواجهة والتي سوف نأخذ منها دروس وعبرة سواء من الناحية التكتيكية أو من ناحية أداء اللاعبين. انتهت هذه المباراة بنتيجة 3-1 لصالح المنتخب الوطني الجزائري. الهدف الأول للاعب بغداد بونجاح في الدقيقة 14 ويليه محمد أمين عمورة في الدقيقة 41 وبعده جوان حجام في الدقيقة 45 في حين يسجل المنتخب الزيمبابوي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 88 بعد خطأ من المدافع بالغادي. لنبدأ هذه المباراة. سوف نتحدث أولا عن رامي الزروقي الذي وظف كمسترجع للكرة ميليو ديفونس، حيث أنه أخطأ في العديد من التمريرات. في الفيديو ليلة أمس قلت بأن لو وظفه المدرب جيدا سوف يقدم مستوى كبير، لكن رغم كل هذا كان يخطئ في تمريرات كثيرة جدا حيث أضاع فرص كثيرة. نذهب إلى الدفاع. إذ بقينا بهذا الدفاع في كأس أفريقيا المحالة. أنت واجهت المنتخب الزيمبابوي وقمت بهذه الأخطاء وانفرادات لمهاجمي المنتخب الزيمبابوي، فما بالك لو كنت تواجه السنغال أو المغرب أو مصر أو تونس أو نيجيريا أو الكوت ديفوار؟ سوف نأكل 4 أهداف بكل سهولة. فأول نقطة على المدرب فلاديمير بيتكوفيتش أن يحسن من الدفاع ثم الدفاع. من ناحية خط الوسط لعبنا بإبراهيم معظم بن ناصر ورامي الزروقي تحدثنا عنه. إبراهيم معظم بدأ يضبط مكانه مع استمرار مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري سوف يحسن مكانه. عودة الدينامو بن ناصر كانت جيدة اليوم، لا يمكن أن أتحدث عنه لأنه عاد من الإصابة. ننتقل إلى الهجوم. نوعا ما لعب أيد نوري كجناح وأمين عمورة لعب في مكان رياض محرز وبغداد بونجاح لعب رأس حربة. هذه التشكيلة وضعها موقع سوفا سكور. يمكنكم البحث عن موقع سوفا سكور، يعطيكم الكثير من التحليلات والأهداف والمباريات. أفضل تشكيلة نسينا الحارس بن بوط يقوم بأخطاء قد تكلفنا الكثير. ما زال المنتخب الجزائري بعد غياب الرئيس وبن بولحي يفتقر لحراسة المرمى نقص، دفاع نقص، الوسط متوسط، الهجوم ممتاز. في الكثير من المباريات مع فلاديمير بيتكوفيتش وجمال بلماضي كنا نستقبل الأهداف، نستقبل في حين ما نسجل 4 أهداف لكن نستقبل. على فلاديمير بيتكوفيتش أن يسارع الزمن ليضبط تشكيلة جيدة دفاعيا، جيدة في خط الوسط، جيدة بل ممتازة في خط الهجوم دون نقاش. في كأس إفريقيا يمكنه الاعتماد على محمد أمين عمورة محرز ويختار لاعب آخر حاج موسى أو لاعب آخر. المهم يعتمد على وجوه شابة، ورياض محرز يجب أن يشارك، هذه مفروغ منها. هو لا يجري كثيرا بالكرة لكن من لمسة واحدة وخبرته في كأس أفريقيا نحتاجه. رغم أن في البطولة السابقة كان من أسباب خروج المنتخب الوطني الجزائري، لكن لا يوجد بديل ممتاز جدا يقدم لك من لمسة واحدة هدف. هذا ما يحتاجه المنتخب الوطني الجزائري. يجب الدفاع سوف نعود إلى الدفاع رغم أنني لكن الدفاع كارثي. ترون المنتخب التونسي دفاع قوي، وسط سيء، هجوم سيء، يصلون لأدوار متقدمة من كأس أفريقيا، دائما المشاركة في كأس العالم. الدفاع هو الحل. وترون منتخب إيطاليا حقق كأس العالم بواسطة الدفاع.
هذه نرجع نقطة إلى الصفر ثم نقول الدفاع. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، والسلام.